ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. بصوا المعجنات دي بسم الله ما شاء الله هنعملها النهارده بطريقه حلوه جدا وشكل مميز قوي. خليكم معايا واحده واحده عشان العجينه طالعه هشه وطريه بشكل مش معقول. العجينه هنعملها النهارده مش بميه، هنعملها بلبن. ماشي، دي اول حاجه. هنحط كوبايه لبن، عليها معلقه صغيره من الخميره، وهقول لكم المقادير في صندوق الوصف بالجرام وبالكوبايه. يبقى كده حطينا كوبايه لبن، معلقه صغيره من الخميره، معلقتين من السكر اللي هو الحبيبات العادي. تمام كده هو. عليهم ايه بقى؟ عليهم معلقه صغيره من الملح، مع 300 جرام من الدقيق بالظبط. تمام كده هو. يعني مفيش اسهل من كده. واعجن العجينه كويس زي ما انتوا شايفين كده، وبعد ما اعجنها كويس جدا ببدا اضيف معلقتين كبار من الزبده. تمام. نوع الزبده اللي انا مستخدماه هنا هو زبده فيرم. واكمل عجن في العجينه كويس جدا. معلقتين الزبده اللي انا حطيتهم دول بتدي طراوه للعجين حلو جدا. صدقوني العجينه اللي انا استخدمتها النهارده دي ممتازه فوق الممتازه كمان، يعني ممكن تعمليها لاي نوع من المعجنات. نتيجتها بتبقى هشه وطريه وحلوه جدا. اعمليها بس زي ما انا عملتها بالظبط. بعد ما عجنتها كويس جدا بحطها في فوله واحط لمسه زيت كده خفيفه من على الوش، واغطيها لغايه ما تخمر. بعد العجينه بقى بتاعتي ما خمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، بصوا بسم الله ما شاء الله خمرت حلو جدا. بعد ما خمرت بشيلها بقى على الرخامه بتاعتي كده هوك، وببدا ان انا اقطعها 4 قطع زي ما انتوا شايفين كده هوك. باجي بقى على كل مثلث واقطعه 3 قطع. يبقى كمية ال 300 جرام دقيق هيعملوا لي قد ايه؟ هيعملوا لي 12 قطعة من الباتيه او اي نوع من المعجنات. تمام. بصوا بسم الله ما شاء الله طالعه ملمسها حلو جدا. بقطعها، وبعد ما بقطعها اكورها كده واغطيها. اهم حاجه ان انا اغطيها عشان وشها ما ينشفش مني، واسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق كده اهو. بعد ما العجينه بتاعتي ارتاحت باخد اول قطعة كده هو، وببدأ أفردها بالنشابة أو بإيدي. هي العجينة بسم الله ما شاء الله يعني سهلة جدا الفرد. بترشي رشة دقيق كده بسيطة، وبتبدأي تفردي العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وبتخلي سمكها رقية، مش رقية قوي ولا سميك قوي. نيجي بقى للحشوة بتاعتنا. الحشوة بتاعتك ديت اختياري. هي العجينة بسم الله ما شاء الله تحفة. الحشوة بقى حابة تحشيها نوتيلا، كراميل، جبن، شاورما، لحمه، اي حاجه. دي حاجه اختياري منك انتي. انا في العجينه هنا هوك عملت نصها بالجبن وعملت نصها بالنوتيلا، وده الخليط اللي انا كنت عاملاه في فيديو من الفيديوهات. خليط الشوكولاته لما انا عملته ايه، نوتيلا كده هوك، النوتيلا البيتي. بفرد العجينة زي على شكل مستطيل كده هوك، وببدأ أحط الحشوة بتاعتي، وباجي بعد ما بقفلها كويس جدا، وأهم حاجة إن أنا أقفلها من الأطراف، أبدأ أفتحها زي ما انتوا شايفين كده هوك. بتديني بقى الشكل دوت، وابدا احطها دايره كده اهوت. انا ليه عملتها كده اهوت؟ لان انا هعملها النهارده بشكل مختلف، هحطها في صواني الكب كيك، هتديني شكل حلو قوي. دي تاني واحده هيك انا عملتها اهو على شكل مستطيل. ابدا احط ابدا احط الحشوه بتاعتي كده اهوت، واقفل عليها من الجناب كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اهم حاجه ان انت تقفلي كويس جدا، سواء جبنه سواء شاورما سواء شوكولاته، لان التقفيله ديت مش هتخلي الحشوه تخرج بره. وببدا افتح كده اهو. تمام كده اهو. انا كده وريتكم اللي هي بالشوكولاته، هوريكم برضو اللي بالجبنه. اللي عاملها احطها على طول في صواني الكب كيك. بدهن القالب بتاع الكب كيك كده كده هو لمسه زيت بسيطه جدا بالفرشه، واروح دهناه ايه، لمسه زيت بسيطه، واحط الشكل اللي انا عملته، واروح ارصها على طول. ما استناش لما اخلص الكميه، لاني لو استنيت لما اخلص الكميه هبص الاقي العجينه خمرت فمش هتخش في مكعب اللي هو بتاع القلب كب كيك. دي برضو ايه بالجبنه اهوت، قلت اوريكم. دي كانت جبنه براميلي، دي بيبقى طعمها تحفه قوي في المعجنات. واقفل عليها كويس جدا، وببدا ان انا اقفلها واحطها برضو في الصينيه. ليه بحطها في الصينيه على طول؟ عشان هي بتخمر بسرعه جدا. لو العجينه بتاعتي خمرت مش يعني مش هعرف ادخلها في القالب. انا عاوزاها تاخد شكل قالب الكب كيك كده اهو. بص دي كده قبل ما تخمر، هوريها لكم بعد ما خمرت. بصوا بسم الله ما شاء الله بتبقى تحفه.
ادي كده انا عملت اللي بنصها بالجبنه وعملت بنصها بالشوكولاته. بصوا سبتها بقى حوالي ربع ساعه كده، وبصوا بسم الله ما شاء الله بعد ما خمرت. وزي ما قلت لكم كل مرحله بغطيها عشان وشها ما ينشفش مني. بصوا بسم الله ما شاء الله حلو قوي. نيجي بقى للتلميع بتاع الوش. بجيب بضايه مع شويه لبن مع يعني كيس فانيليا كده هوك، واروح عامله الوش. ما عندكيش بيضه، رشه لبن كده هوك مع فانيليا وامسح الوش بتاعها. بصوا بسم الله ما شاء الله بعد ما خمرت حلوه جدا بدخلها الفرن، بتستوي على نار متوسطه، بتطلع لي بالمنظر وبالجمال اللي انتوا شايفينه دوت. يعني واخده لون حلو قوي من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا دي كانت اللي هي بحشوه الشوكولاته. بصوا بسم الله ما شاء الله، ومش معجنه بقى من جوه. بصوا مفتحه ازاي، انتوا شايفين شكل العجينه عامله ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه، يعني خيوط كده. العجينه عباره عن خيوط، كميه توريقه يعني ممتازه. عجينه بجد فعلا ممتازه. دي بقى اللي هي بالجبنه. انا هنا هو كانت عجبتني اللي بالجبنه قوي، لان احنا يعني بنحب الجبنه دي قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله برضو هفتحها لكم. بصوا العجينه، انا عجباني العجينه جدا. كده بتكون وصفتي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وبالف هنا وشفا على قلبكم.